احلى خبر لفانز انمي دكتور ستون وانمي فاير فورس والاعلان عن العرض التشويقي لانمي سولو ليفلينج الموسم الثاني. اهلا بيك في فيديو جديد من سلسله اخبار الانمي، السلسله الاسبوعيه هنا على القناه اللي بنشارك فيها ابرز الاخبار على مدار الاسبوع عن كل ما يخص الانمي. فلو انت جديد معانا هنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان ده بيساعدني جدا ان نستمر، وكمان ما تنساش تتابعني على قناه التليجرام عشان بينزل عليها اخبار الانمي اول باول، هتلاقي الرابط في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدا الفيديو ده. واول خبر معانا النهارده هو عن انمي بليتش حرب الالف سنه الداميه، والخبر هو عن القسم الثالث من الانمي ده. والخبر بيقول ان القسم الثالث من الانمي ده هينزل بعد 3 شهور من دلوقتي، يعني في شهر اكتوبر. فلو انت واحد من فانز بليتش خليك متحمس عشان الانمي نازل قريب. وخلينا نروح للخبر اللي بعده، والخبر اللي بعده هو عن سولو ليفلينج. سولو ليفلينج الموسم الثاني نزل العرض التشويقي بتاع الانمي ده، وطبعا اللي ناس كتير جدا منتظراه. العرض التشويقي طبعا كان حماس جدا واللي خلانا متحمسين للموسم الثاني. فلو انت شفت العرض التشويقي قول لي رايك تحت في التعليقات، وهل انت متحمس ولا لا. ولازم تبقى عارف ان العرض التشويقي تم الاعلان عنه، ولكن لسه ما تمش الاعلان عن الموعد الرسمي اللي هيتعرض فيه الموسم الثاني. فادينا منتظرين الموسم الثاني هيتعرض امتى. وخلينا نروح للخبر اللي بعده، والخبر اللي بعده هو عن وان بيس، وتحديدا اعاده الانتاج اللي هتتم لوان بيس. وعلى حسب الاخبار فاعاده الانتاج دي هيتعلن عن معلومات تانية جديده عنها يوم 11 اغسطس، وهنعرف وقتها حاجات جديده عن اعاده الانتاج دي، زي مثلا هيتعرض امتى، او مثلا هيكون كام حلقه او كام جزء. هنشوف ده كله يوم 11 أغسطس. وخلينا نروح للخبر اللي بعده. الخبر اللي بعده هو عن غيلان طوكيو. غيلان طوكيو الأنمي الشهير اللي احنا كلنا عارفينه، كان في تسريبات إن الأنمي ده هيحصل على إعادة إنتاج، لكن للأسف ما طلعتش إعادة إنتاج، وإنما تم الإعلان عن موسم جديد للأنمي ده، وبمناسبة إنه تم 10 سنين من ساعة ما تم إنتاج الأنمي ده. فلو أنت واحد من فانز العمل ده خليك متحمس للموسم الجديد اللي هيتم إصداره. ويخلينا نروح للخبر اللي بعده، والخبر اللي بعده هو عن الأنمي الشهير فاير فورس. لو أنت واحد من فانز الأنمي ده فأحب أقولك إن أخيرا تم الإعلان رسميا عن الموسم الثالث. بعد ما الأنمي اتعرض منه موسمين كان لسه الموسم الثالث مش راضيين يعلنوا عنه، لكن تم الإعلان رسميا عن الموسم الثالث. وكمان تم الإعلان عن موعد عرض الموسم الثالث واللي هيكون سنة 2025، وهيتعرض تحديدا في شهر ابريل، يعني شهر ابريل سنة 2025. فلو انت واحد من فانز الانمي ده خليك متحمس للموسم الثالث، واللي هيكون للأسف آخر موسم للأنمي ده. ومش بس كده، الموسم الثالث كمان هيكون عبارة عن قسمين، في قسم هيتعرض في سنة 2025 في شهر إبريل زي ما قلنا، والقسم الثاني هيتعرض في يناير سنة 2026. وأنا معرفش الصراحة ده خبر حلو ولا لأ، لكن على الأقل الموسم الثالث هيتعرض أخيرا بعد ما كانوا مش عايزين يعلنوا عنه. ويخلينا نروح للخبر اللي بعده، والخبر اللي بعده هو عن أنمي دكتور ستون، الأنمي المشهور جدا واللي كلنا عارفينه، والمشهور إنه أنمي خيال علمي. المهم إن الموسم الأخير من الأنمي ده تم الإعلان عنه بشكل رسمي، لكن لسه ما تمش تحديد الموعد الرسمي لعرض الأنمي ده، لكن على حسب كرانشي رول فالأنمي ده هيتعرض قريب جدا عليه، وادينا قاعدين ومنتظرين امتى هيتعرض الموسم الأخير من الأنمي ده، واحد من الأنميات الجميلة واللي الناس كلها بتحبها تقريبا. وخلينا نروح للخبر اللي بعده، والخبر اللي بعده هو عن اوفرلورد، الأنمي المشهور. الأنمي ده كان حصل على فيلم بقاله فترة، والفيلم ده تم الإعلان إنه هيتم عرضه يوم 13 من شهر سبتمبر لسنة 2024 طبعا، والفيلم ده هيكون مدته ساعتين. فلو انت واحد من فانز الانمي ده خليك متحمس للفيلم الجديد من السلسلة دي، واحدة من أحلى السلاسل اللي تحت تصنيف الإيسيكاي. وخلينا نروح للخبر اللي بعده، والخبر اللي بعده هو عن الأنمي المشهور لينك كليك، أو يعتبر الأنمي المظلوم. ده واحد من الأنميات الصينية اللي لازم تشوفها، الصراحة ده واحد من أحسن الأنميات اللي أنا كنت تابعتها قبل كده، واللي أنصحك إنك تشوفه بشدة. والأنمي ده صيني. والخبر اللي معانا النهاردة عن الأنمي ده بيقول إن الأرك بتاع لندن هيتم عرضه في شتاء سنة 2025، وهيكون عبارة عن 8 حلقات بس. فلو انت واحد من فانز الانمي ده كحالاتي، ده واحد من احسن الاخبار اللي انت ممكن تسمعها. فخليك منتظر شتاء سنة 2025 عشان هنشوف 8 حلقات من الانمي ده واللي هيكلموا عن ارك لندن. وخلينا نروح للخبر اللي بعده، والخبر اللي بعده هو عن جوجيتسو كايزن. والخبر بيقول ان المخرج بتاع الموسم الثاني من الانمي هو اللي هيخرج الموسم الثالث من الانمي، وده اللي يخلي ناس عندها امل كبير جدا للموسم الثالث من انمي جوجيتسو، بما ان المخرج كان عمل حاجات عظيمه جدا في الموسم الثاني. وخلينا نروح للخبر اللي بعده، واللي هو عن جوجيتسو كايزن برضه، واللي المره دي هو تصريح من المؤلف بعد ما الناس ما سألت المؤلف وقالت له انت ليه بتقتل الشخصيات اللي احنا بنحبها، واللي كانت اجابته ان هو ليه يقتل شخصية الناس مش هتزعل عليها، فلازم يقتل شخصية الناس بتحبها عشان الناس تزعل. والصراحة ده تصريح مستفز جدا، واللي يخليك عارف ان ممكن يقتل اي شخصية في المستقبل بعد كده، واي شخصية انت بتحبها خاف عليها من دلوقتي. وخلينا نروح للخبر اللي بعده، والخبر اللي بعده هو عن انمي الايسيكاي المشهور موشوكو تنساي. والخبر هو ان الموسم الثالث اخيرا تم الاعلان عنه، وده طبعا بعد انتهاء الموسم الثاني على طول، لكن للأسف الموسم الثالث مش هيتم عرضه قبل سنة 2026، وده حسب التسريبات. يعني الموسم الثالث تم الإعلان عنه
لكن مش هيتم عرضه قبل 2026. يعني غالبا سنة 2026 أو السنة اللي بعدها هنقدر نشوف الموسم الثالث من الأنمي ده، وده خبر حزين نوعا ما. وخلينا نروح للخبر اللي بعده، والخبر اللي بعده هو عن السلسلة المشهورة أوزوماكي بتاعة جونجي إيتو، واللي هي سلسلة الرعب الشهيرة. كلنا عارفين أعمال جونجي إيتو، ودي واحدة من الأعمال المشهورة نوعا ما، واللي بتكون تصنيفها رعب. والعمل بتاع جونجي إيتو اللي هو أوزوماكي، واللي برضه تحت نفس التصنيف اللي هو رعب، تم الإعلان عن أنمي ليه، واللي هيتعرض في أواخر سنة 2024. فلو أنت واحد من محبين أعمال جونجي إيتو خليك متحمس للأنمي الجديد أوزوماكي، واللي غالبا هيكون واحد من أعمال الرعب الكويسة نوعا ما، لأن المانجا دي واحدة من المانجات المشهورة بشكل ما. وخلينا نروح للخبر اللي بعده، والخبر اللي بعده هو عن السلسلة المشهورة مونوجاتاري، واللي بتتعرض في الموسم الحالي. المهم إن تم الإعلان إن الموسم ده هيكون عبارة عن 14 حلقة بس، مش أكتر من كده. فلو أنت حد من فانز السلسلة دي فالأنمي هيكون عبارة عن 14 حلقة بس. وبس كده، هي دي كانت أغلب الأخبار اللي معانا النهاردة. فأتمنى أكون قلت لك أخبار كويسة جدا في الفيديو ده، وإن أغلب الأخبار دي عجبتك بشكل ما. فما تنساش تقولي تحت في التعليقات إيه هو أفضل خبر أنت سمعته في الفيديو ده. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان ما تفوتكش كل الفيديوهات الجاية وكل الأخبار الجاية إن شاء الله. وبس كده، أشوفك الفيديو الجاي، سلام.